السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديد، وان شاء الله النهارده معانا طاجن القرنبيط في الفرن. يلا نسمي الله ونبدأ التفاصيل. بس قبل اي حاجة، اللي مشتركش في القناة يشترك وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لي لايك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا قرنبيطة متوسطة الحجم. قطعتها قطعتها وغسلتها وحطيتها في مية وملح وسلقتها، وحطيتها هنا بتتصفى زي ما هي قدامكم كده. معايا هنا 4 بيضات، كوبايتين لبن، معايا فلفل متقطع، قرنين فلفل متقطعين قطع صغيرة، ومعايا بصلة مفرومة، ومعايا ربع كوباية زيت، ومعايا بقدونس وشبت وكزبرة مخرطة مقطعاها قطع صغيرة، ومعايا هنا البهارات، ومعايا معلقة توم مهروسة، ومعايا كمون وفلفل اسود وكزبرة وملح، ومعلقه بيكنج باودر، وثلاث معالق لبن. هم دول كل 3 معالق دقيق. هم دول كل المكونات. هنا انا راح اضرب البيض. انا خدت الفلفل والبصل، حطيته في طاسه على النار في معلقتين زيت يتشوحوا، بس يتشوحوا شويه بس لما الفلفل يدبل والبصله تدبل شويه، عشان ما تبقاش كده بتقرمش في قلب صينيه القرنبيط. هنا انا هحط كوبايتين اللبن، دول كوبايتين انا معايرهم، وهمزجهم مع بعض كويس. ودي ربع كوباية زيت. الطريقة دي جميلة جدا من غير قلي بقى، والقرنبيط بيشرب زيت كتير جدا. دي معلقة التوم المهروسة، دي البهارات، الكمون والكزبرة والفلفل الاسود. بمزجهم كلهم مع بعض. جربوها مش هتندموا، وطعمها كان تحفة حلوة قوي. اللبن عطيها طعم حلو قوي. هنا الفلفل والبصل كان خلاص دبل. شوحته وجبته هنا هو عشان احطه على المكونات. دي معلقة البيكنج البودر، وهنا 3 معالق كبار دقيق، وده الملح، معلقة ملح. الطريقة دي تحفة، جربوها. اللي ده الدقيق. هقلب كله لما الخليط كله يدوب. هنا القرنبيط خلاص انا كنت صفيته بقى من المية بعد ما اتسلق، شطفته شطفة حلوة وحطيته في المصفى يصفى، لان بيبقى لسه فيه مية. هنا خلاص احط عليه الخضرة. ده البقدونس والشبت والكزبرة مقطعاهم، وده الفلفل والبصل اللي انا مشوحاه في الزيت. اديته تشويحة كده، وهنزل بالخليط واقلبه تقليبه حلوة لما يمتزج كله مع بعضه. هنا هحط حوالي معلقة زيت في الطاجن، وافرشها فيه علشان اما انزل بالخليط يعني ما تلزقش فيه. يعني نزلت بالخليط، بسويه كويس في الطاجن البايركس. هو مش بياخد وقت. دخلته على فرن درجة حرارة 180، رف اوسط، تلت ساعة. طلع متحمر من فوق ومن تحت وتحفة، يعني طعمه فظيع. جربوه. هنا طلع من الفرن كان لسه بيغلي. شايفين الزيت بيطلع فقاقيع. هنا انا هطلع خرطة عشان تشوفوها ريحته وطعمه، يعني ما اقولكوش والله، جربوها تندموا. لو عجبتكم وصفاتي ادعموني، وشكرا على كل اللي كتب لي كلمة حلوة. متنسوش بقى تدعموني.
تشتركوا في القناة وقولوا لي على الوصفات اللي انتوا عايزين نعملها لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا الشكو بخير.